ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، لا يزال الحديث مستمرا ومتواصلا حول الشذوذ الجنسي وما يسمونه العلماء باللوطية والسحاقية عزكم الله، وكذلك ما يسمونه بالمثلية والحريات. هذا الأمر العظيم الذي ابتليت به الأمة في هذا الزمن، وأيضا رفع رايته أولياء الشيطان الذين يريدون أن يميلوا بهذه الأمة ميلا عظيما. فكان لا بد للدعاة وللمنصات العلمية والدعوية أن تقوم بواجبها من التخويف والتحذير والإنذار لهذه الأمور. ذلك أن الساكت على مثل هذه الأمور يؤدي الحقيقة إلى نزول العقاب العام. ولا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم ومشاهدات الكريمات قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الطاهرة المؤمنة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا كثر الخبث. وأولياء الشيطان وحزبه يريدون أن ينشروا الفحشاء بين الناس عامة وبين المسلمين خاصة. وهذه الحلقة هي خاصة حول الشباب وما يعانونه بهذا الخصوص. الشباب لا شك أنهم قوة أي مجتمع، وأن كان مجتمعا إسلاميا أو مجتمع غير إسلامي فهم القوة في الحقيقة، ولا يخفى هذا على أحد. فلذلك يستهدفون الشباب بمثل هذه الأمور، والشابات أيضا. إذا قلنا كلمة شباب فنعني الجنسين، وليس بالضرورة أن نقول الشباب والشابات، فالجنسان داخلان في هذا الموضوع. وعلى كل حال لا أريد أن أطيل الكلام حول هذا، فباسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور حسن سلمان، الضيف الدائم والداعية المعروف، شيخنا وتاج راسنا. نسأل الله تعالى أن يرفع قدره ويجزيه عنا كل خير. نناقش معه ونحاور هذا الموضوع. نرجو من الشباب أن يكونوا معنا، ومعروف أن القناة لها تلفون واتصال، بإمكانكم المشاركة لمن أراد يشارك على الرقم الذي يظهر في الشاشة: 044 79 47 83 14 17. هذا هو الرقم. يمكنكم أن تشاركوا لمن أراد أن يشارك، وكذلك لمن أراد أن يدلي بدلوه أيضا على الفيسبوك. فأهلا وسهلا بالجميع. شيخ حسن، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا. فقط مدخل بسيط نبين فيه مكانة الشباب. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حول هذا الشيخ مكفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بلا شك مرحلة الشباب هي المرحلة العمرية التي تصنف بأنها يكون فيها الإنسان قويا، يكون فيها فاعلا، يكون فيها مستعدا، عنده القابلية عموما للتعلم والاستفادة والنمو والتطور وبناء القدرات، وفي نفس الوقت هي مرحلة عطاء بلا شك. فما أظننا نحتاج كثيرا إلى أن والله أن نؤكد للناس أهمية الشباب. فالشباب بلا شك هم عمدة كل أمة ورهان كل أمة ومستقبل كل أمة. فإذا أردت أن تضرب أمة في الصميم فعليك بتدمير شبابها. يعني إذا أردت فعلا أن تدمر أنت أمة في المستقبل وتنهي مستقبلها، ما عليك إلا أن تركز في المرحلة الشبابية. فلما يأتي هؤلاء الشباب إلى مرحلة الكهولة وما بعدها، ستلاحظ بأن مستقبل الدولة ومستقبل الأمة بلا شك فإنه إلى زوال. إذا أردت فعلا أن تنهي الشاب فإنك ما عليك إلا أن تشغله في مرحلة الكسب العلمي ومرحلة التعلم ومرحلة بناء القدرات. هذه المرحلة التي أنت بحاجة إلى أن يتزود فيها لمستقبله ويبني فيها قدراته العلمية، قدراته المعرفية، قدراته حتى قدراته الجسدية والبنيوية والعقلية. فإذا كان استهدفته في هذه المرحلة وأخذته من ما ينبغي أن يكون عليه إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة التيه والضياع والعدمية والشتات والشهوانية والغريزية، فإنك دمرته وبالتالي ما تركت له مستقبل. ولذلك سبحان الله كان الإسلام من أكثر ما اهتم به هذه المرحلة، بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من المحفزات الكبرى في اليوم الآخر يوم القيامة في الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم الشاب. يا سلام. شباب أو الشاب الذي نشأ في طاعة الله أو نشأ في عبادة الله، لأهمية هذه المرحلة العمرية. لاحظ أنه وضعه 1 مقابل 7 في أن والله هذا الشاب له خاصية، عنده العنفوان، عنده الفتوة، عنده القدرة، عنده القوة. فإذا أردت التحصيل العلمي فهو له، إذا أردت الجهاد في سبيل الله فهو له، إذا أردت البناء العلمي، إذا أردت التنمية البشرية فهو لها، إذا أردت التطوع والعطاء بلا من ولا أذى فهو له. سبحان الله، كل خاصية إيجابية تجدها في هذه المرحلة العمرية. ثم أيضا مما يختص به الشباب أنه يعمل بلا حساب. يعني لما يكبر عنده الحسابات. في المرحلة العمرية هذه تختفي الحسابات الخاصة وتزداد سبحان الله مساحات العطاء بلا حدود، أنه يعطي بلا من ولا أذى. فهذه المرحلة حقيقة من المراحل المهمة جدا التي تركز فيها الأمم. لذلك سبحان الله قوة أمة الإسلام اليوم، لو قلت لي أين تكمن قوتها بالإضافة إلى مصدرها القرآن الكريم والسنة، هذه أعظم قوة للأمة. إذا فقدت هذه لا معنى للأمة أصلا. لكن بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قوتها أين تكمن؟ في شبابها. يقال الآن الأمة التي تصنف بأنها أمة شابة هي الأمة المسلمة. الله أكبر. يعني حاولت حقيقة أن أراجع بعض الإحصاءات فيما يتعلق بالشباب. يقولون بأن أمة الإسلام حاليا تساوي 1.8 مليار كعدد، والأمة المسيحية باعتبارها الآن الأمة الأكبر 2.3 مليار. يقولون عام 2060 ستنقلب المعادلة أو سيكون هنالك تساوي بين الأمتين. فقالوا بأن ذلك تراجع للأمة المسيحية وتقدم للأمة للأمة الإسلامية من حيث الكتلة السكانية. ما دلالات ذلك؟ دلالات ذلك أن نسبة المواليد في هذه الأمة كثير، ونسبة المواليد في الطرف الآخر قليل. وهذه يمكن أن تفيدنا حتى في قضية الشذوذ. يعني أمة هي ترى نفسها تتآكل، ترى نسبة العجائز فيها أكبر ونسبة الشباب فيها أقل. نعم. كيف لهذه الأمة أن تذهب إلى معنى آخر وهو معنى تعطيل الجنس البشري أصلا؟ صحيح. لما تقول والله المثلية معنى ذلك يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. نعم. لو افترضنا إنه والله والآن أنت لا تشجعها فقط تشجيع، فمن هذا الباب هم يحاربوننا يعني يوجهون شبابنا. أحسن. يتزوج الشباب بالشباب. نعم. والشابات بالشابات فيتعطل النسل. هنالك آية عظيمة في كتاب الله يعني الخصائص النفسية للعنصر الكافر. يقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. نعم. ودوا لو ونفس الطريقة ودوا لو تفحشون كما فحشوا. نعم صحيح. مش كده؟ فكما أنهم يتمنون لنا الكفر ويتمنون لنا كذلك
يتمنون الفواحش، يريدون كذلك هذا التدمير الممنهج لهذه الأمة. فعلى كل ما يتعلق بالشباب، فإن مرحلة الشباب هي من أعظم المراحل العمرية، والأمة تقاس قوتها بالذات البشرية تقاس بنسبة الشباب. يقال الآن مثلا في الأمة الإسلامية 70% منها يصنف بأنهم شباب. أمة بهذا الحجم 1,800,000,000 وفيها 70% في المرحلة العمرية للشباب، فمعنى ذلك كتلة الأمة. لكن هل فعلا النصارى يعني 2 فاصل كم اللي انت ذكرته نعم في التعداد؟ نعم هو هكذا. أنا أعتقد أنه بمجموع الكفر، بمجموع الكفر سواء كانوا نصارى، مجوس، يهود، أديان أخرى، بمجموعهم أكثر بلا شك. لكن ككتلة مسلمة احنا كمسلمين نعم قرابة 2,000,000,000 أعتقد ككتلة احنا أكثر. لا إلى الآن على كل الديانات هكذا الترتيب حتى الآن. حتى الآن الديانات اللي هو المسيحية بطوائفها الثلاث، بطوائفها الثلاثة الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية، فإنها هي الكتلة الأكبر حتى هذه اللحظة بما يعادل 2,000,000,000 و3. يقال بأن النسبة والتناسب سيحصل الانقلاب فيها تقريبا عام 2060. هذه الاتجاه الذي ترصده الآن الإحصاءات عموما. هذه الإحصائية يعني مدروسة يا شيخ حسن؟ نعم الإحصاءات هذه عموما ما فيها إشكال. من الأمم المتحدة؟ نعم. على كل حال أمة فيها 1,800,000,000 نسمة. نعم. أمة عددها ليس بالسهل. صحيح. وأيضا هم يخشون من أن يصيبهم نوع من التناقص، وكذلك لأن يصل لمرحلة الانقراض، لأنهم لا يريدون بسبب أنهم يعزفون عن الزواج وعن التناسل. نعم. وأنا أتوقع بعد فترة زمنية وجيزة سيعلنون تعدد الزواج عندهم. بلا شك بلا شك، لأنه الأمور على كل تذهب في اتجاه معاكس، وإن كان سبحان الله الشيطان يحملهم حملا على أمور تنتهي بهم في نهاية المطاف، لأن الله سبحانه وتعالى ما يجريه من عقوبات، على الأقل عقلاءهم، ما يجريه الله سبحانه وتعالى من عقوبات على هذه الأمور ليس بسيطا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، هم الآن وصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة الإعلان عن الفاحشة، مرحلة إلزام الناس بالفاحشة، ليس اكتفاء فقط في شعوبهم، هم الآن يريدون عولمة الفاحشة، بحيث والله العالم كله يعني تصور سبحان الله. إلى وقت قريب كنت إلى واحد من الفيديوهات لواحد من الخواجات أوروبي، قال أحد أصدقائي قال أنه سيرحل من أوروبا، فقلت له لما؟ فرجع بي قال قبل 100 سنة كانوا يقتلون على الفاحشة، إذا أتى الرجل كانوا يقتلون، ثم بعد 50 سنة، قبل 50 سنة ظلوا يعاقبون عليها 30-20 سنة، ثم بعد فترة ظلوا يجلدون عليها، ثم بعد فترة ظلوا يأخذون الغرامة المالية. اليوم وصلوا إلى مرحلة فقال إني سأرحل قبل أن يجعلوا الفاحشة أمرا ملزما لكل الناس ويعاقبون من يمتنع. فعلا أنت لما ترى الطريقة التي يذهبون بها هي هذه الطريقة لعولمة الفاحشة، ليس فقط بالوسائل السلمية، وهم للأسف الشديد كانوا كثيرا ما يتكلمون عن الوسائل السلمية ويتكلمون عن حريات ويتكلمون على عدم إكراه الناس، يعني الإكراه المعنوي هذا الذي أنت تكره الناس عليه كانوا يتكلمون عنه، والله هذا نوع من التسلط ونوع من ما يناقض الحريات. فإذا بهم الآن يهدمون هذا الأصل الذي كانوا يبنون عليه في أنه والله أنا لي الحرية أن أمتنع، لكن يقول لك لا، ليست لك الحرية. عمليا الآن لا يريدون لك الحرية في أن تمتنع عن الفاحشة، هم يعطون لأنفسهم الحق في حرية الفحش، ولا يعطونك أنت في الحق في حرية العفة، ولا يعطونك الحق في حرية الرفض لهذه الفاحشة التي هم يذهبون إليها. ثم صاروا يهدمون كل شيء في سبيل هذا الجانب، فهم في الوقت الذي يطالبون الناس باحترام عقائدهم واحترام علمانيتهم واحترام قوانينهم الجائرة، لما يأتوا إلى البلاد الأخرى لها ثقافتها وأديانها وهوياتها ولها كذلك نظمها وعقائدها، إذا بهم هنا لا يحترمون أبدا. وبالتالي ما نسمعهم من احترامهم للتعددية، كانوا زمان يعني يتبجحون بأنهم والله يراعون التعدديات. أين التعددية الآن وهم يلزمون العالم كله بمنظومة عقلية واحدة وبمنظومة فكرية واحدة وبمنظومة نفسية وعاطفية واحدة؟
يعني أنت تريد أن تقول غصبا عنك أطفالك يتربون على النمط المعين. هذه كلها على كل إشكالات كبيرة جدا تعاني منها للأسف الشديد الآن الحضارة الغربية، وتريد أن تفرض هذا النموذج على بقية المجتمعات وبقية الحضارات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عولمة الحضارة الغربية بنمطها الذي أعلن عن موت الإله، كما ذكرنا في أكثر من حلقة، أعلنوا عن موت الإله، وأعلنوا عن سيادة الإنسان، وأعلنوا عن حاكمية الإنسان على هذه الأرض، وأعلنوا الآن عن غرائزية الإنسان، وهكذا هم على كل يذهبون إلى أن الآن هنالك من يتكلم عن موت الإنسان في الحضارة الغربية. موت الإنسان بمعنى موت عقائده، موت إيديولوجياته، موت قيمه، موت إنسانيته في نهاية المطاف. يعني لما يتكلمون الآن سبحان الله في محاولة أن يلتمسوا لأهل الغرائز الشريرة هذه المثليين، يحاولوا من ضمن ما يستشهدون به يقولون والله وجدنا من خلال بحوثنا أن الحيوانات الأمر فيها طبيعي. لاحظ، يقولون وجدنا فيها. طيب بعضهم من عقلائهم قال لهم يا أخي طيب هنالك في نفس هذه الحيوانات من غريزيا يحاول أن يقتل أبناءه، فهل ستقولون للناس اقتلوا أبناءكم لأن هذه غريزة طبيعية في الحيوانات؟ فكيف تقيسون الحالة الغرائزية في الحيوانات في هذه الإنسان؟ وما رأينا أصلا حيوان الذكر يأتي حيوان ذكر. هذا صحيح، هذا هو الوضع الطبيعي في عالم الحيوانات نفسه. في عالم الحيوانات هذه مستغربة. يقولون بأن هنالك جملة من الأمراض يصاب بها الذكر الحيواني تجعله يتجه إلى الذكر من الحيوان، أما في وضعه الطبيعي حالته الطبيعية لا يمكن. يعني من الأمراض التي وجدوها أمراض لها علاقة بالشم، لأن الحيوان غرائزه تتحرك من خلال مادة تفرزها الأنثى، فبالشم هو يتحرك إزاء الأنثى بأنها مهيئة له، فإذا تعطلت هذه الحاسة عنده اختلط عليه الأنثى بالذكر فيأتي الذكور. فبعض الدراسات حتى عند الذين الآن معهم، بل سبحان الله بعضهم يتبنى الشذوذ، كانوا يتبنون الشذوذ ويبحثون له عن مسوقات وبحوث علمية. لاحظوا كل البحوث التي ذهبوا إليها لا تؤدي بهم إلى وجود جينات كما يقولون صحيحة تؤدي إلى أن والله هذا الإنسان له الحق في أن يفعل ذلك. حتى هذه اللحظة الفطرة السوية التي فطرها الله في الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هو أن الذكر يميل للأنثى والأنثى يميل للذكر، فمتى ما رأيت خروج على هذه الفطرة فهي حالة مرضية، والمريض يعالج ولا يتماهى معه الناس حتى. جميل شيخ حسن، جزاك الله خير. واقع شبابنا اليوم، الواقع العاطفي الفطري، وواقع العقدي، وواقع أيضا الاجتماعي. حقيقة أنا الواحد يعني من خلال متابعتي عموما لواقع الشباب ومتابعتي كذلك للواقع العام للحالة الإنسانية التي نراها، أشفق كثيرا على الشباب. فالشباب اليوم يتعرض لهجمات شرسة جدا، وسبحان الله تقبط الشاب الذي تجده ملتزما، تنظر إلى الشاب الذي يدخل إلى المسجد بأن هذا تاج من التيجان التي يجب على الناس أن يهتموا به. لماذا؟ أنت أمامك شاشات الدنيا، يعني الحكومات، حتى الحكومات التي لها شيء من المسؤولية تحرص إنه والله تقلق عليهم منافذ الشر. بعض المواقع الإباحية هنالك جزاهم الله خير، بعض الحكومات لدرجة أنهم لاحظوا بأن الشباب إذا ترك له هذا الوضع معنى ذلك الدولة خلال 30-40 سنة ستنهار. فبعض الدول فقط ليس من باب الحلال والحرام، لكن من باب مصلحتها الوطنية صارت تقلق هذه المنافذ. وإلا سبحان الله لو فتح هذه النوافذ كما يريدها الغرب فأنت أمام حالة جنونية إن صح التعبير. شوف وصف القرآن يا شيخ حسن. نعم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني شوف هذه من الآيات سبحان الله عجيبة جدا. أنت أمام شيخنا أمام منظورين. ما معنى الميل؟ نعم. الميل في اللغة ما هو يا شيخ حسن؟ نعم. يعني الله سبحانه وتعالى خط لنا خطا مستقيما، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالذي هو على الجادة وعلى الصراط المستقيم هو ما أراده الله. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا على جانبي هذا الطريق، خطوط صغيرة، فمن مال عن الصراط أي حاد عنه وتنحى عنه. وسبحان الله الميل يبدأ في البداية، الميل يبدأ بشكل، لو اعتبرنا النقطة الأولى الخط المستقيم بشكل بسيط. أيوة، يبدأ بشكل بسيط ثم يبدأ كلما ابتعدت من نقطة الميل هكذا حتى يصل إلى درجة 180 درجة، أي درجة المفارقة الكلية. أي نعم، المفارقة أو 90 درجة. نعم. فهنا الميل العظيم. نعم. لاحظ
ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك تسأل الشاب إذا وقع مثلا في علاقة غرامية دون أن يقع مثلا في الزنا وكذا، يقال أنه عنده علاقات محرمة الله يهديه وكذا. نعم. وإذا كان الشاب قد وقع وأنجب من هذه ومن هذه بالزنا، نعم، يقولون هذا شاب منحرف. نعم، صلى الله العافية والسلامة. صحيح. وإذا كان والعياذ بالله يعني زاد على الانحراف الجنسي، انحراف الشذوذ وإلى شرب المخدرات وكذا، نعم، فيقولون هذا شاب منتهي. شاب منتهي. أنا أعطيك يعني صحيح. التعبير الواقعي الموجود. نعم، نعم. فعلى كل الشباب حقيقة يعني هو قصد في فترة من الفترات بشكل كبير جدا وممنهج، لكن سبحان الله من ملاحظاتي أيضا هم حاولوا أن يصوروا لنا بأن حضارتنا متخلفة، يعني نحن مهزومون، نحن غير مبدعون، نحن كذا. على كل كانت الاتجاهات كلها تذهب، ثم وصلوا في الآونة الأخيرة. لاحظ الشباب الآن صحيح الهجمة الشهوانية موجودة، الإلحاد موجود، الاتجاه العام للنظام العالمي وهذا، لكن لو لاحظت أيضا خارطة المزاج الشبابي بشكل عام بعيدا عن الشهوات، صاروا الآن يرتابون كثيرا في منهجية هذه الحضارة، لأن نفس هذه الحضارة التي هم يتكلمون عنها بهذه الصورة هي التي دمرت العراق، هي التي دمرت سوريا، هي التي دمرت أفغانستان، هي التي دمرت الصومال، هي التي تسعى يوميا بتدمير تحت حجة إنه والله نحن نريد أن نصدر الحريات للناس. ثم لاحظوا الشباب في مرحلة الثورات العربية لما قام هؤلاء الشباب بثوراتهم انقلبوا عليهم ووقفوا مع الثورات المضادة، وإذا بهم يقفون في حجر عثرة أمام هذه التحولات الكبرى التي يريدها الشباب. فالشباب الآن صحيح هو كان منخدع بهذه الحضارة، لا زالت تستهويه، هذا يستهويه خاصة من قل عقله وقل علمه وسادت فيه عملية الجهل والهوى، قد يميل إلى هذه لازم. لكن هنالك خلينا نقول هنالك قطاعات واسعة من الشباب اليوم صارت ترتاب في مسألة الحضارة الغربية وتوجهاتها ونواياها وإرادتها الخير للإنسانية، وصاروا يدركون تماما بأن الحضارة الغربية ما يسود فيها منطق المصلحة، منطق المنفعة، منطق الغرائز، منطق السيادة على الآخرين. هذا المنطق الآن كثير من الشباب خاصة الذين لهم اهتمامات بسيطة جدا بالقراءة ومتابعة النماذج الغربية، ستلاحظ بأن هنالك الآن ربما مساحات واسعة في تقديري من الشكوك. لكن فيما يتعلق بالجانب الشهواني تحديدا، هنا تلاحظ المراحل العمرية المبكرة بعض الشيء، هذه المراحل للأسف الشديد كثير من الشباب فعلا تستقرقه وتستهويه، وخصوصا أنت أمام مشكلة الآن فيما يتعلق ليس في أنك أنت تذهب إلى مواقع تبحث عن النساء أو تبحث عن الفتيات أو كذا في الجامعات في المدارس، هم الآن وفروا لك كل ذلك في هذا الموبايل الذي أنت تحمله. فالشاب مسكين تجده مثلا من باب الجانب الغريزي تجده يبحث في هذه الوسائط، فإما أنه سبحان الله من خلال هذا الخيال الذي يحاول أن يعيشه في الوسائط، أو من خلال حتى التواصل غير المشروع يقع في كثير من الإشكالات. هنا ستكمن على كلنا المشكلة، وللأسف الشديد أتصور بأن هذا الجانب جانب خطير جدا في ظل، خصوصا كن أكثر دقة، في ظل محاولة للأسف الشديد كثير من الحكومات يعني إيجاد صراع مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مع المدارس العلمية، مع مدارس تحفيظ القرآن الكريم، مع المحاضن التربوية التي كانت تسعى لملء الفراغ لهؤلاء الشباب. هنا أنت عندما تسد عليهم منافذ الخير وتفتح لهم منافذ الشر، كما هو الأسف الشديد في بعض البلدان التي كانت رائدة في مجال الدعوة، رائدة في مجال الصحوة، رائدة في مجال تحفيظ القرآن الكريم، فإذا بك اليوم أنت تتجه إلى اتجاهات نسأل الله السلامة. فأنت ماذا تتوقع من هذا النوع من الحكومات؟ كأنما تحمل الشباب حملا على الغرائز. طبعا هنالك دوافع بلا شك، دوافع سياسية، دوافع كذلك يعني لها علاقة ببقاء الحكومات في سلطتها. تدرك تماما أن الشباب إذا فكروا بشكل صحيح وفكروا بشكل منطقي وفكروا بشكل عقلاني وفكروا بشكل شرعي، فإنهم يخشون منهم بطبيعة الحال على
مواقعهم التي هم فيها. فالشباب عندما يفكر بشكل منطقي سيسعى إلى اتجاه الإصلاح السياسي، سيسعى إلى اتجاه الإصلاح الاقتصادي، سيسعى إلى اتجاه الإصلاح الاجتماعي، وبالتالي لن يكونوا أدوات في يد هذه السلطات التي تريد أن تتحكم فيهم وتشكلهم باعتبارهم عبارة عن أدوات تسيرهم كما تشاء. لكن شيخ حسن، واقع الشباب اليوم أين هم؟ يعني مثلا نجدهم يتابعون كرة القدم نعم بكل اهتمام، وربما كان من نماذجهم التي يعني يفخرون بها بعض اللعيبة وبعض الممثلين، والفتيات يعني يقلدن بعض الممثلات وبعض المغنيات. للأسف تجد أن كثيرا من الفتيات تقلد مغنية أو ممثلة في لبسها، في كلامها، في تكسرها، وهذا حقيقة مع الأسف كثير. اليوم الحجاب محارب. الشاب أيضا تجده في تسريحة شعره، وهذا حتى غزانا في بيوتنا. يعني تجد شاب يحلق جزء من اليسار أو اليمين ويبقي شيئا، وهذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحلق شعره بهذه الطريقة. وإذا بحثنا عن الأصل نجده أن الأصل إما قام به مغني فاجر أو قام به لاعب لا قيمة له. فالشباب متوجه لهذا. هل هذا من أجل فقدان النموذج الحي؟ بينما نحن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنموذج عظيم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم أنه نموذجا حيا واقعا في كل المجالات. فهو رياضي صلى الله عليه وسلم، وجسده مقسم تقسيما رياضيا عجيبا عليه الصلاة والسلام. ففي الوصف الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربعة من الرجال، مستوي الصدر صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، مما يدل على، وهذا هي العضلات، هذا هو يعني الوزن الرياضي الجميل. كذلك صلى الله عليه وسلم في جمال الوجه هو قمة. في القوة صلى الله عليه وسلم صرع ذلك الرجل 3 مرات. فإذا هو نموذج للشباب في هذا المجال. الشباب يحبون الرجل الشجاع، والنبي عليه الصلاة والسلام غاية في الشجاعة. فهل انحرافهم ويعني إعجابهم بالغرب وإعجابهم بهؤلاء نتيجة لأن الأمة لم تبين مكانة نبيها؟ هل هذا هو السبب أم ماذا؟ فتجد معظم الشباب يعني يتابع، يعني مثلا شبابنا كإريتريين، تعال شوف وين الشباب. إذا في حفلة غناء مختلطة معظم الذين يحضرون الشباب والشابات مع الأسف، رغم الظروف الصعبة في داخل إريتريا، ورغم الظروف الصعبة في المملكة العربية السعودية خلينا نقول، ورغم الظروف الصعبة في مصر. إذا أقمنا نحن معاشر الإريتريين حفلاتنا إلا من رحم الله تقام على مثل هذا، اختلاط وشباب وشابات ويجتمعون ويحصل وكأن إريتريا في أحسن حال. الله المستعان. يعني الحقيقة الحمد لله هناك أيضا شباب. يعني قبل يومين أو قول مثلا 4 إلى 5 أيام توفيت فتاة في الرياض، توفيت فجأة، هي ابنة شيخنا الشيخ ياسين أحمد الدين رحمه الله وتغمدها بواسع رحمته. كانت هذه فاجعة كبيرة أن الملك الموت يقبض فتاة صغيرة في السن، ويعتبر هذه ذكرى وعبرة للجميع، فتيات فتية الصالحين وغير الصالحين. يعني فأعتقد أن الشباب حقيقة في غفلة. أنا لا أريد أن أطيل شيخنا، أنا بس أريد تعليقكم حول شبابنا الإريتري ومدى اهتماماتهم، ولماذا هم متأثرين بالوضع الغربي، وأين هم من اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. الشاب شيخ حسن صاحب فطرة. هذا الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يرفع يده يقول أحل لي الزنا يا رسول الله في وسط المسجد، هكذا بكل براءة يريد أن يكون الزنا حلال. يعني تعليقكم حول هذا. وهناك حقيقة شباب الحمد لله وشابات
يعني هناك إحصاءات خصوصا في المملكة العربية السعودية، معظم مساجد أئمتها إريتريين، هناك مساجد أئمتها أو مؤذنيها أيضا إريتريين، هناك مراكز تحفيظ للنساء مديراتها إريتريات. يعني نحن لا نقول أن الإنسان يتجه كله إلى الأذان والإمامة وكذا، لكن هذا يؤثر بخير. وهناك أيضا شباب ما شاء الله من الأطباء والدكاترة ورجال الأعمال، شباب يعني يعجبونك، لكن بصراحة الفئة الكثيرة هم هي الفئة التي ذكرت لك إياها يا شيخ حسن. طيب، على كل أنا خليني أقول نحن نمشي في اتجاه الانقسام، إنه والله هنالك فعلا حالة انقسام عموما في الشباب، ربما يكثر هنا وقد يكثر هنا، الحالة تحتاج إلى إحصاء دقيق. فبلا شك نحن شبابنا هم الذين يملؤون مراكز التحفيظ في قطاعات واسعة، ويملؤون المعاهد الشرعية، ويملؤون كذلك المساجد. لو نظرنا إليها بصورة كلية ستجد أن الإريتريين سبحان الله حيثما ذهبوا هذه الظاهرة بالنسبة لهم على كل موجودة، إن نحن حضور في المساجد، حضور في المآذن، حضور في ساحات الدرس، وحضور في ساحات. حتى واحد والله في أندونيسيا يخبرني بأنه ما شاء الله الإريتريين اللي مشوا هناك أنا أتصور ليسوا كثرة، لكن صاروا ملفتين هناك، ويقول له والله المسجد كله يسيطر عليه الإريتريون. الحمد لله. فالشاهد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وعلينا أن نوسع حقيقة هذا الجانب. لكن أيضا خلينا الطرف الآخر موجود هنا، نلاحظ سبحان الله التأثر بشكل عام. الحالة الثورية عندنا في فترة من الفترات شكلت نموذج وشكلت عقلية بالنسبة لكثير من الشباب، وكانت تقوم للأسف الشديد على الرقص والطرب والغناء وكذا. الحالة الثورية لما الثورة الإريترية كانت تشكل هذا النمط من التفكير. أيضا لما جاءت الجبهة الشعبية وصلت إلى السلطة، كل ما تملكه الآن من أدوات التحريك هو هذا النوع من البرامج الغنائية واختلاط الشباب والشابات. النقطة الثالثة للأسف الشديد، وهذه يمكن نبه إليها العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله، قال المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب. فأنت أمام حضارة مغلوبة. هنا لا أتكلم عن الحضارة ببعدها السياسي، بعدها الحاكم، بعدها الولائي، إنه كولاية عامة للأمة سقطت منذ 100 سنة، ونحن نعيش حالة استضعاف أمام الحضارات الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا المعنى إلى قوله التداعي الأممي، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال أمن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم قساء كقساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول؟ قالوا حب الدنيا وكراهية الموت. فستلاحظ بأن نحن دخلنا في هذا. فكثير من الشباب في فترة من الفترات كان يتصور بأن التقدم والتطور وكذا وكذا هو إنه والله يذهب إلى الطرف الآخر. لكن سبحان الله نبه إلى ذلك أيضا عدد من الدارسين، وهو والله هل شبابنا عندما فتنوا بالحضارة الغربية هل ذهبوا إلى الوجه المشرق فيها؟ هل ذهبوا إلى ساحات لا أبدا المختبرات أبدا والبحوث أبدا والاكتشافات والتصنيع الله. الحربي؟ قليل جدا. قليل. فصرنا سبحان الله والله احنا قدمنا والله يعني كلامك معلش قطعت حديثك. نعم. هذا كلام حقيقة موجع. نعم. أنت قاعد تضغط على الجرح اللي يؤلمنا. نعم. تعال شوف برمنغهام بريطانيا، نعم. كم الدكاترة الذين يتبعوننا؟ صحيح. كم عدد المهندسين؟ نعم. كم عدد أبناء الذين تخرجوا؟ نعم. والله ما يتجاوزون 10%. 90% أحسنت. هنا صراحة خلينا بشكل واضح، هذا أمر مؤلم. نعم. نحن الآن لو لاحظنا وعملنا مقارنة مثلا مع إخواننا الصوماليين، تلاحظ أن الصوماليين سبحان حيثما ذهبوا يصارعون إلى الهوية، قضية الهوية الدينية عندهم والتمسك بها. حتى سبحان الله الذين ذهبوا حتى مع الجانب السياسي في كثير من المواقع في البلدان تجدهم متصدرين المشهد السياسي، يقارعون ويثبتون وجودهم. فالشاهد نحن للأسف الشديد يمكن أنت أشرت إليه إنه والله التسريحة، لوع البنطلون، مناطيل الممزقة، العري، أخذنا الشكليات وتصورنا بأننا بهذا الشكل ولما أنت تريد أن تتكلم معه يقول لك يا أخي أنت لسه في قصة أدخل المسجد والناس مشت القمر. أيوة. طيب أنت يا أخي ببنطلونك الممزق ده حتطلع القمر يا فالمشكلة في إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بالفتنة حتى بالآخر. يعني أنت فتنت بالحضارة الأخرى، والله أنتج لي فعلا ما أنتجته اليوم. للأسف الشديد الحضارة تصدر
بكثير من قضاياها للأسف نحن انشغلنا فيها بقشور الحضارة الغربية ولم ننشغل فعلا به. فهذه الإشكالية على كل موجودة للأسف الشديد. وخلينا نكون صريحين، كثير من شبابنا حتى اللي مشوا أوروبا وكذا نادرا ما اتجه قطاع واسع منهم إلى التعليم وإلى الاكتشافات حتى نستطيع فعلا أن نقول الحلول يا شيخ حسن. نعم، يعني الكلام ماتع جدا، والشباب فعلا شبابنا وإحنا شفنا يعني الذي يزور أوروبا ويشوف وكذا والله يتألم وضعه، يتألم جدا. في الأمة خير بلا شك. نعم. لكن هي معرضة لفتن كثيرة جدا يعني. نعم. يا شيخ حسن، يعني المكر الذي يعمل ضد المسلمين، لو كان الشاب مؤمنا تقيا قويا صواما قواما لتأثر. صحيح. فكيف هو أصلا ضعيف، لا عنده صلاة بخشوع تمنع عنه وتدافع عنها عن هذا الموضوع، لا عنده أسر توجهه كما ينبغي بشكل مستمر، لا عنده مدارس، المدارس كلها تدفعه إلى الشر. الجامعات يا شيخ حسن ما تكلمنا عنها. نعم. جامعات فيها شباب وشابات. صحيح. والدكاترة والبروفيسورات الذين أصلا يطرحون هذه الأفكار هم الذين يتبنون المثلية يا شيخ حسن. صحيح. تجد بروفيسور يعطيك علم في الكيمياء والفيزياء من أدق المعلومات ومثلي والعياذ بالله. يعني ما يتعرض الشباب اليوم حتى في جانب الجامعات فقط، والحوار الذي يدور بينهم وفلسفة الدكاترة هذه تحتاج لحلقة لوحدها. نعم. صحيح يا شيخ حسن؟ صحيح. والله تحتاج حلقة لوحدها. هذا إن وصل شبابنا إلى مرحلة إلى الجامعات. إن وصلوا هذا. لكن تسأل أنت إيش تعمل، يقول لك أنا أعمل في محطة بنزين. وأنت إيش تعمل، يقول لك أنا أغسل سيارات. وأنت إيش تعمل، يقول لك أنا أوزع جرائد. وأنت إيش تعمل، يقول لك أنا أغسل المرضى. الأعمال شريفة يا شيخ حسن، لا نتكلم عن العمل. نعم. العمل لا نتكلم عنه، إن الإنسان يبذل قصارى جهده ويشتغل. أنعم وأكرم بالشعب الذي يأكل من عرق جبينه. لكن اللي يحزنك أنت، طيب كنت تقول أن أنا يعني حرمت من الدراسة والتعليم في بلدي بسبب أنه كذا وكذا. اليوم لما أنت جيت لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تأخذ يعني أعلى درجات الشهادات وفعلا تفيد بلدك الذي أنت فيه وبلدك الأم الأصل؟ يعني إحنا لو أردنا الآن، يعني أعجبني الشعب السوداني لما طلاب المغتربين منعوهم من الدراسة في داخل السودان، قاموا بفتح جامعة وعينوا لها دكاترة وأساتذة من خارج السودانيين الذين يعيشون في الخارج. نعم. فكانوا يأتون يا شيخ حسن إلى السودان ويدرسون ويعلمون. هل عندنا هذه الكوادر اليوم؟ هل عندنا كوادر فعلا نعتمد عليها في الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والشرع؟ عندنا؟ أنا أعتقد العدد قليل. نعم. الذي يساهم في هذا. إذن يعني توجيه أخير للشباب. شيخنا الشيخ حسن، الشاب لا يجادل بالباطل. إذا جيت تناقشه يقول لك صح. صلى الله لنا ضايع. احنا الله يهدينا، يقول لك الله يهدينا. شاب سبحان الله. صح. قليل هو الذي سبحان الله يكون ضلاله فقط في باب الشهوات ولم تدخل عليه الشبهات يهون أمره. لكن للأسف الشديد هو الشيطان كما قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا بد أن يربطوا لك بين الشهوات والشبهات، فتحاول أنا أدمرك شهوانيا وغرائزيا، فإذا قرقت في باب الشهوات جرك ذلك إلى باب الشبهات. في البدايات صحيح يقول لك حرام وكذا والله يهدينا وكذا، بعد فترة يذهبون معه إلى خط آخر. من قال لك أصلا الله يهديك؟ من قال لك أنت في ضلال؟ من قال هذه أمور طبيعية جدا، الطب يثبتها والعلم يثبتها وكذا وما في أي مشكلة، وهذه عبارة عن هرمونات طبيعية، تعاملك مع الطرف الآخر هذا عادي. فيذهب بك إلى مرحلة الشبهات. نعم. فإذا دخل عنصر الشبهات والعياذ بالله دخلت في مدخل خطير جدا، وهو مدخل التحليل. القرآن سبحان الله يعصمك ابتداء بمدخل التحريم، إن والله الشهوات محرمة. المسلم سبحان الله ما يثبت به إسلامه هذا التحريم، أن يقول أنها حرام. فمجرد أن دخل من دائرة الحرام إلى أن يقول والله الزنا حلال فقد كفر. أنا أذكر قصة يا شيخ حسن صغيرة يعني
كنترول اصبروا علينا شوية. كنت أنا والشيخ عبد العزيز نعم. عطا. إيه. السلام عليكم شيخ عبد العزيز، إن شاء الله تكون تسمعنا وتشاهدنا في حديقة من الحدائق على الشارع العام. نعم. جالسين يعني نشم هواء. نعم. فإذا بشاب نعم. من إحدى الدول العربية معه سيارة فارهة، شافنا من بعيد أصحاب دقون وكذا، فلف سيارته من الشارع العام وجاء عندنا، وقف السيارة، نظرنا إليه فإذا به شاب لابس بنطلون وقميص عادي، وجاء وقال السلام عليكم. قلنا له عليكم. قال ممكن أجلس؟ قلنا له تفضل. جلس. قال أنا شاب أدرس في بريطانيا وعندي بعض الأسئلة أريد أن أسألكم. نعم. قال شفتكم مطاوعة ومتدينين نريد أن أسألكم. قلنا له تفضل. قال لماذا الإسلام حرم الخنزير، لحم الخنزير؟ قال أنا شاب مسلم أكل لحم الخنزير وذقته أكلته ووجدت أنه لذيذ، ما السبب في ذلك؟ قلنا تمام، هات الثانية. قال الثانية في كثير من الآيات فيها مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهل نحن بالفعل نسير بمشيئة الله أم نحن نعمل بإرادتنا؟ كيف نميز بين مشيئتنا ومشيئة الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تظنون أنني كافر، قال أنا مسلم وأحب الإسلام، وأنا أخذت تذاكر من برمنغهام وتوجهت للحج، كانت في فترة حجه. قال أبشركم حجيت وجئت، لكن قال هذه أمور في نفسي، أنا فخور بالإسلام ولكن عندي أمور هذه الشبهات كيف أحلها؟ المهم هذه شجاعة منه والبراءة من الشاهد يعني. صح. طبعا أجبنا عليه يعني. أجبناه أن أنت عبد لله عز وجل ويجب عليك أن تقبل حكمه سبحانه وتعالى سواء كان لحم الخنزير لذيذ أو غير لذيذ. هنا عبودية، هذه النقطة الأولى قلنا له، عبودية الحكمة بطبيعة الحال، بغير النظر عن نحن نريد أن يعلق قلبه بالله أولا. أنت قلنا له من الذي خلقك؟ قال الله عز وجل يأمرك وينهاك كما يشاء سبحانه وتعالى. وربطناه أذكر بالدكتور محمد العريفي. نعم. وأخبرنا الشيخ أنه حسن حاله وتاب وعاد ما شاء الله جزنا. فالشاهد أعجبني يعني طرحه وسؤاله وصراحته. نعم وشجاعته. فتصور إذا كان هو سليم وما شاء الله يؤمن بالإسلام وبحاكمية الشريعة والتحليل والتحريم ومع ذلك عنده ريب في قضايا. نعم. فما بالك لأنه طالب في أمريكا استغرق أو استقرأته الشهوات والشبهات. المعركة كبيرة، معركة كبيرة جدا صراحة يتعرض لها الشباب والشابات. أي والشابات يعني. والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم آمين. والله حقيقة الحديث ذو شجون شيخ حسن كبير جدا جدا. لو أخذنا كل قضية من القضايا فيما يتعلق بالإلحاد فقط والشبهات التي يريدونها الشباب والرد عليها، كذلك فيما يتعلق بالشهوات كيف نحن نوجه هذا الشاب يميل بفطرته إلى الشابة. يحصل بينهم علاقات ورسائل. تمام. تيجي تمسك ليه قاعد تراسل ما لا يجوز لك؟ والله يا أبويا أنا يعني هذه بنت عمي، هذه بنت خالي، هذه بنت كذا. طيب ليه يا ولدي؟ إذا أنت تريدها بالحلال أنا أخطبها لك. ليش أنت كذا تسوي؟ يا أبويا الزواج أنا ما أقدر عليه والأمور أنا ما أقدر. طيب ليه تبني علاقة محرمة يا ابني؟ هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة شيخنا، إن شاء الله في حلقات أخرى نحتاج. يعني واحدة من القضايا التي ذهب إليها بعض المحللين لظاهرة الشذوذ اللي غياب المسؤولية، ولا يريد أن يكون مسؤولا عن أطفال عن أسرة. لا يريد أن يكون، بالتالي يريد أن يمارس. والإسلام سبحان الله يريد أن لا يدمر فيك المسؤولية. نعم. يريدك إنسانا مسؤولا. نعم. أي نعم. يا معشر الشباب. نعم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ونحتاج إن شاء الله لأن الدين العظيم يعرف أن هذا الشاب إذا لم يتزوج سينحرف. صحيح. الفطرة ستأخذ به إلى الميل العظيم إذا لم يتزوج. نعم. صمت. يا جماعة الموضوع كبير وطويل ولا تكفيه هذه
يعني المحاضرة ولا هذا اللقاء الجميل. باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ حسن سلمان، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأنا أعتب عليكم، ما في زول منكم اتصل ولا قال أنا معاكم أو غير معاكم. ما أدري أنتم تشاهدوننا ولا لا، احنا قاعدين نتكلم لمن سامحكم الله. وعلى كل حال من استطاع منكم أن يكون، ومن استطاع منكم إن كان معنا نسأل الله أن يأجره على ذلك، وإن لم يستطع فيشاهد هذه الحلقة إن شاء الله، ستكون مسجلة موجودة في قناة سلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصواب، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. اللقاء هذا هو لقاء تذاكري تحاوري تشاوري، وليس أننا سنعالج كل القضايا، لكن هو يذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الغرب الفاجر لمن رحم الله يريدون أن نميل ميلا عظيما وأن يهدموننا، ونحن نريد أن نحاول قدر المستطاع، ولا يستطيعون أن يهدموا أصلا الأمة الإسلامية أبدا، لأن الله تبارك وتعالى تولى بحفظها، تولى برعايتها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الآية موجودة، ما في أحد يتزكى، الله عز وجل هو الذي يرعاك ويحفظك أخي المسلم وأختي المسلمة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا برعايته وحفظه في بيوتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. حان الآن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي